نتكلم الدنيا ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو حكنت الابيات لا تفقر منه لس ابو فقر منه لس ابو فقر منه لس ابو حكو يمدرك يدا وحكو حقا مسكبو مثل حوية عيسني يموت مسلم وحيه مثل حوية عيسني يموت مسلم وحيه قبر ابن مسكبيس هديب وإيكي السنية وصرتا يبي قريت تميه حكاية ترتا سمع ملي مثل حوية عيسني مثل حوية حيسني ورثرياتك مثل حوية حيسني يموت مسلم وانبر مثل ولاد حيسني يموت مسلم وانبر من أميت دفنوني وقبر سني قبر من هاللي حويتهم أتهاجمكم أتحبر منكم ولا تحافظ صمدي بمس من ميت وحي مثل ولاد حيسني من ميت وحي مثل ولاد حيسني نبر ابن مسكبي ور بالله أكلني نبر ابن مسكبي ور بالله أكلني سرنا طاب كبي ولا سروك جنوبك كلتت حبعي هليت وستر جنوبك كلتت حبعي هليت وستر أنا بعيد كل سادي بكل أكان قطر حقوني قراكم سكو لو دي مدر أو يندس سادنا قدم أباي قدام الحوي حيسن الحوي حيسن الحوي حيسني رياتك الحوي حيسني رياتك الحوي حيسني رياتك الراي مسينا لنا كلنا مسلني قيتهم درخنا بقى بقطتا ناب حتوتات كن اتمو كاب غزاز مزحتوتات مسرينا عندنا ون ناي ايتوتات ادلت دحراي كن هلونا اداو من جرماي تملسنا قيتهم اوكي عين محرن دينا ما اظن ما اظن والله زغيرت عنها بومبر
مش سهلة يعني. كتر خيره. بزي ما ترجم يا تمارس اللهجة قرماي اللهجة قرماي حوي أنا كم حركة مسألة أكون جنكا ابو ناصر يعرفه ابو ناصر. زعيم حسمية كيفك؟ حسن نصهاون قال سواء يكون كان يمكن تترجم. والله غير ما بيتهم. اوكي. مرحبا ادريس موشى سوري. حراي اذا طلع له بشم حاو ادريس دكتور ادريس تفضل. ميت الله. اوكي. مساء الخير. مساء النور. حياك الله. عاش من سمع صوتك. أنا عندي سؤال وعندي تعليق. التعليق نقدر نخليها لبعدين. طيب نخليها لبعدين. شكرا. أولا أشكر البروفيسور أستاذنا الفاضل جلال الدين على هذه السياحة الجميلة. وسؤالي هو دائما يورد يعني أن المجتمع الإريتري هو عبارة عن قطيع أو تقطيعات بشرية متكونة من امتدادات. يعني إريتريا هي مصب يعني زي ما يقول يعني. وهذه العبارة هي العبارة اللي كانت متداولة لدى الاستعمار الإيطالي وكذلك الإثيوبي والإدارة الإنجليزية، وحتى بعد ذلك انتقلت إلى الأمم المتحدة. الاستعمار الإنجليزي وفي إطار سعيه لتقسيم إريتريا قالوا لأمتنا أنتم مجموعات مقطعة من هنا وهناك ولا يمكن أن تصبحوا أمة، المشكلة هي كلها في الأمة. ودكتورنا البروفيسور جلال طبعا أنا هو اللي سمعته مرة أيضا تداخلت معه وقال نحن لسنا أمة. فالأمم المتحدة وكل الأدوات الاستعمارية قالوا أنتم مجاميع مكونة من امتدادات، وبالتالي أنتم جزء من أمتين، الأمة الإثيوبية وجزء منكم الأمة منطقة بركة بالتحديد جزء من الأمة السودانية. وكأن إثيوبيا نزلت من السماء بمكوناتها، وكأن السودان خلق بمكوناته منذ عصر هابيل وقابيل. أنا سؤالي لماذا نحن نشبه بالسودان ولماذا لا يكون السودان هو الذي يشبهنا؟ لماذا نحن السودان هو الأصل ونحن الفرع؟ لماذا نقول إريتريا امتداد لإثيوبيا ولا نقول إثيوبيا نفسها امتداد لإريتريا؟ التكوينات بتاع إثيوبيا نحن ما نعرفها. أنا أعتقد أن هذا هو سؤالي لدكتورنا جلال. كل الأمم الأفريقية هكذا، كل الأمم متداخلة في عندنا في علم الاجتماع وفي الجغرافيا درسنا أن هناك هجرات وهجرات داخلية متداخلة، كل الأمم هكذا. لكن الآن هذا الكلام أنا أعتقد كان مرتبط برفض مفهوم الأمة الإريترية. نحن يجب أن ننتبه لهذه النقطة، وهذا هو السؤال أقول أنا للدكتورنا: لماذا نحن نشبه السودان ولا السودان يشبهنا نحن؟ ولماذا نعم السؤال واضح، هذا هو السؤال، وتعليق في وقت التعليق سأعلق. شكرا. إن شاء الله. كتر خيرك حوي قرماي. ميت الله. بمجمرتا دكتور إدريس موشى بروفيسور جلال الدين سلامتاي بصحكا يبل ግን ኣብ ዘረባኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ቦታ ማለት ዘራሪብናሉ ነርና ንሱ ከዓ እቲ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ማለት ካብ ቁርፅራፅ ካልኦት ኣህዛብ ዝተፈጥረ ህዝቢ እዩ ዝብል እዚ መግዛእቲ ጥልያን
قصيلو انجليز دحراي وين UN زبلونا نجاراتيو كوبات احزاب يخم زبل بزح غزي تزربلو قدايو جن نحنا ما كفال ناي كالوت كلت احزاب وين قال كفالنا نا إثيوبيا قال كفالنا ناي السودان زبل نجزع رسوم سوداناويانن إثيوبياويانن مسوم كندو خونو نحنا خا چنفر نكون كابي مسيوم مسوم كاب سماي زوردو احزابنا إثيوبيا دلو وين كمون ناي السودان وين قدم قال قدم قايلن ابيلن زتفطرو احزاب ديوم زلو بزبوتازي سلازي بمنتاي مخنياتينا نحنا السودان نمثل وين نحنا إثيوبيا نمثل نصهم معنا زي مسلو بيناي ملكعيو خ نحنا نساتهم كند زخونو وين نساتهم تاوم زخونو نحنا خات انفر نخون انا اذا قداي زي كتبرها لي مفوتخو بزترفه ابتي حسابنا مهاب غزي مسمسه حساب اذا قداي زي النقطة هذه أستاذنا قرماي لأن هذه النقطة استرجمها لي هذا المفهوم كان مرتبط برفض الأمة الإريترية لأنهم قالوا أنتم لستم أمة ولذلك نحن تكرار هذا الأمر أراه غير منطقي وغير عقلي. إذا الرادة إذا حساس بازن إحنا نقص رسول إرتراويان كم حد حزبي نخنص قونا الكاز تباهلس اللي زقوني يعني مزياب باهلازي سجمع لنا يسمع عن سويس بزلو. شكرا للدكتور إدريس موشي وأنا بدوري أحييه وأشكره على المداخلة الجميلة اللي أدلى بها. لكن أنا من وجهة نظري وأنا أختلف مع الدكتور إدريس موشي. أنا لا أؤمن أن السودان أمة واحدة يعني. ولا أؤمن أن إثيوبيا أمة واحدة. ولا أؤمن بأن إريتريا أمة واحدة. هذه مركبة مقطعة عن بعض أوصال وجمعت وفق إرادة المستعمر ومصالحه بغض النظر إن أفريقيا تكونت كده أو ما تكونت. أنا ما قاعد أتكلم إنه تكونت كده أو لا، أنا قاعد قاعد أسف الواقع. السودان ليس أمة واحدة، ما في حاجة اسمها أمة السودان. السودان شعوب لا يعرف بعضها ثقافة بعض ولا لغة بعض ولا يشبه بعض يعني. ولذا السودان داخل في إشكالية كبيرة حتى الآن ما تكونت الهوية الوطنية السودانية، في صراع وحروب زي ما احنا شايفينها. إثيوبيا نفس الشيء، لم تتكون حتى الآن الهوية الجامعة لإثيوبيا، والصراع مستمر، وإثيوبيا في حالة عدم استقرار، وحتى بين الأمهرة والتجرينيا مع أنهم يعني عقيدة واحدة لم يتفقوا. إريتريا نفس الشيء. من زاوية نظر، من وجهة نظري أنا، إنه القول بأنه في أمة هذا غير صحيح، ولكن في إرادة للتعايش مع بعض. أنت خليك اليوم يعني من بركة والهضبة. أنت لو جبت واحد من بركة وواحد من العفر وجلستهم مع بعض ما عندهمش لغة يتفاهموا بها. اثنيناتهم حيموتوا بعطش لو خليتهم في الصحراء، لأنه كل واحد منهم ما يقدر للثاني يقول له اديني شربني مويه بلغة يفهمها، حتى وإن كانوا مسلمين يعني. واليوم احنا قاعد نواجه مشكلة في إريتريا، يعني اللغة الجامعة للجميع ايش هي؟ هي تجري ولا هي العفر ولا هي اللغة العربية ولا هي التجرينيا ولا ايش اللي تخلينا نتفاهم مع بعض؟ فالقول بأنه احنا أمة واحدة أنا أعتقد هذه أمنية آمل أن تتحقق، لكنها في الواقع غير موجودة. وشكرا. قداي درجة يقني اللي نتي زبالكايو برويته أنا
ሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ሓደ እማ እዮም ኢሎም ኣይኣምንን ዝተኣኻኸበ ካብትን ዝተመስርሐ ወይ ዝተሰርሐ ህዝቢ እየ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት ትዝበሃል ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣተሃናንፀን ኣብኡ ኣይኮንኩን ዝርእዮ ግን ኣብቲ ኣነ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነት ኣብ ዘንብቦ እየ ዝርአ ሎሚ ኣብ ሱዳን ሓደ ዝራኸበሉ ቋንቋ ሓደ ዝራኽቦም ባህሊ ሓደ ዝራኽቦም እምነት ሓደ ዝራኽቦም ናይ ሓባር ክብርታት ዘለዎም ኣህዛብ ኣይኮኑን ካብትን ዝተኣኻኸበ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ከምኡ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ኤርትራ ክሪኦም ከለኹ ከምኡ እየ ዝሪኦ ግን ሓደ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ነገር ክበሃል ዘለዎ ነገር እውን ኣሎ ንሕና ሓደ እማ ኣይኮናን ግን ከዓ ብናይ ሓባር ናይ ምንባር ድሌት ኣለና ንዝመፅእ ከዓ ብሓባር ሓደ ህዝቢ ናይ ምዃን ዕድላት እውን ንተስፎን ንርእን ኢና ስለዚ ብቋንቋ ኣብ ኤርትራ ንገዛእ ርእሱ ሎሚ ብቋንቋ ይኹን ብባህሊ ይኹን ብብዙሕ ካልእ ነገራት እንፈላለየሉ ነገራት ኣሉ ሎሚ ሓደ ዓፋርን ሓደ ትግረ ዝዛረብን ኣብ ምድረ በዳ ብሓደ እንተደኣ ስታይ ኣቢልካዮም ንገዛእ ርእሶም ማይ ኣስትየኒ ንክበሃሉን ንዕዶም ምስ ሓዲኦም ዝስተማይ እንከሎ ብፅምኢ እቲ ሓዲኦም ክመውት ከም ዝኽእል እየ ዝርኢ ዘለኹ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ክውንነት ኣነ ዘንብቦ ግን ሎሚ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ሓባር ምንባር ብሓባር ናይ ምንባር ድሌት ኣሎ እዚ ከዓ ንመፃኢ ናይ ሓባር ወይ ሓደ እማ ክንኮነሉ ንኽእል ዕድላት ክህሉ ይኽእል ስለዚ ነቲ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓደ ህዝቢ እዩ ዘብለኒ ወይ እማ እዩ ዘብለኒ ሱዳን ይኹን ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ይኹን ወይ ካልእ እውን ይኹን ይርኢ እየ ኣለኹን ስለዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ንባብ እዚ እዩ ተሓቂ እየ ዝብል ኣነ ከምኡ እዩ ርእቶ እዩ እዚ ويتوم على خادخة ميت غير يا زارب ندي صنحه لا تسمع يلها اوكي حجي نسمع له يغني لنا خلتيكم سلستيكم كبرت هابلنا حوي فكي تفضل فكي مدني ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا الأخوة، أسعد الله مساءكم جميعا. وما بشك هذا الموضوع اللي تناوله الدكتور جلال الدين كان موضوع يعني شيق جدا وموضوع مهم جدا. ومسموع كويس يا إخوة؟ أيوة مسموع، تفضل. وبالتالي هذا الموضوع في نظري يعني يمثل جوهر أزمات المجتمع الإريتري بشكل عام. أنا كما طرح البروفيسور أرى المسألة دي برضو بهالجانب يعني أنه مسألة زي ما يقولوا الواحد المسألة يحكيها كده بشكل عاطفي زي ما حضر زي ما حاول يؤكد ويعطيها طابع استعماري الدكتور موشي انه نحن امه واحده وليش ما السودان على الاقل في مسائل تجمعه ما في شك يعني. نحن حالتنا بكل العنايه في نظري حاله شاذه يعني. الوضعيه دي كانت ممكن تكون الفرصه الوحيده اللي قدرنا نعرف فيها بعض كمجتمع وبشكل اختلط فيها دماءنا ودفننا فيها في مقبرة واحدة تسفاي وعلي. دي أوجدت أكبر مسألة كثير من فوارق تزول يعني.
لكن مع الأسف نتيجتها كانت نتيجة خلى الناس تكفر وتندم بكل ما ذاته الحصل كمان يعني. بالتالي الفرصة راحت على النادي. احنا مجتمع متعدد في كل شيء، مختلف في كل شيء، حتى في التضاريس يعني، حتى في التضاريس. أنا في زي ما ذكرت أهلي بركة كان اقتصاديا تواصلهم كان مع السودان يعني. أنا شخصيا من مواليد هيكوتا يعني. 67 بعد المجزرة 1967 المجزرة اللي حصلت في عهد فقي في أهلنا، غادرت الحي بتاعنا ومع أسرتي يعني، وعمري 5 سنين يعني. الفترة دي ما كان في ولا تسفاي في هذه المناطق أصلا يعني، حقيقة يعني. بالتالي نحن لو دارين نعترف بود أنه نحن زي ما يقول المثل بالتقرينيا زي حلفكان قاشا أسأبك كاس عمو، بمعنى كمجتمع زي ما ذكر الدكتور مجتمعات متعددة يعني مقسومة من هنا وهناك، وبإرادة الغير، بإرادة الوايت مان، بإرادة الإنسان الأبيض بقلم ومسطرة ووضع الحدود هذه أنه أنتم اليوم أصبحتوا بلد مع بعض بغض النظر عن امتداداتكم الأخرى. طيب معناها حتعيشوا بالشكل ده، نجب أن نعترف بدون ما نمدح نقول ليش ما نحن أمة وليش ما نحن، لا المسألة نحن مش أمة. أنا في البلد ده عايش في ألمانيا صار لي 37 38 سنة. أول مرة اختلط مع أخوان المسيحيين بصراحة يعني، أول مرة في حياتي يعني. كنت قبلها في فترة في سوريا، وبعد ما سنة واحدة كنت في الميدان يعني، سنة الخدمة الوطنية اللي هي السنة اللي بعد الجبهة دخلت السودان يعني كراكون بتاعها أزمة التنين. بالتالي المسألة في نظري يعني المجتمع ده حزب العمل التعيس الأخ فكي هذا سؤال ولا؟ لا أنا خليني أعمل مداخلة بشكل عام يعني. حتى دي لا شوية طولت قصد. السؤال وين؟ السؤال بري أنه هذا المجتمع كون أمة واحدة الفرصة دي فرباس يعني راحت عليه، يجب أن تخلق من جديد يعني، وبالتحديد بوجود العصابة الموجودة حاليا على رأس الحاكمة في أسمرة يعني هتكت النسيج الاجتماعي للدرجة النهائية. هيدا البراءة هذا المسألة بالشكل ده يعني. بالتالي مطلوب، وما عندنا ما في طرف من يعني احنا عندنا وي يعني ما في طريقة منه تراجع منه العيش المشترك مع بعض، وهيدا ما عندنا قدر غيره، لأنه ما في أي مجموعة عندها الخلفية القانونية أو تنفصل بها عن الثاني، لا ما فيش. وبالتالي مجبورين نعيش مع بعض. كيف حنعيش وكيف النخب بتاعنا تتوصل بدون ما مدح يعني. نحن أمة واحدة ونحن كده الديفيرسيتي بتاعتنا عارفة نقول كده كده كده. دورنا أنا هنا كان يقول لي بصراحة هنا كان هنا في المنطقة العائلة دي هنا في المانيا كان يقول لي إذا ودى حيمونوتي يقربنا خاب آخر. كان في تقارب هنا كتار، وهنا كانوا في تقارب كتار في الفترة دي في منتصف الثمانينات يعني. ده هو الأخوان اللي بيعتبرهم إريتريين كان يقول لي ودى حيمونوتي يقربنا خاب آخر. وأنا تقريبا اتعلمت في البلد دي يعني. بالتالي أقول لك نحن نعترف بالتعدد بتاعنا 1 2 3 4 وبعد ذاك ايش هو الحل؟ انا المسألة بالشكل ده، وما نمدح نفسنا زياده على اللازم. فترة النضال دي كمان ما نكبرها حجم اكثر، نعطيها اكبر من حجم، لانه كل 6 سنين كانت من 75 ل 80 نو مور. بعد المشروع الوطني انتهى. ده مشروع اخر والسلام عليكم. يا اخلك اوكي يا اخلك سلام عليكم. اوكي شكرا كبرت هابكا. فتشهم تحتهم ترخيبه ما السيد احمد امان قبل عشان انبه بس قيتهم لو أيوة. اديتني اذن عشان انبه يعني. ايوه
احنا قاعد نتكلم يا شباب حول علاقة الدين بالدولة. أرجو الأسئلة والمداخلة تكون في علاقة الدين بالدولة في الحالة الرئيسية، ما نتكلم في الأمة والشعب وكذا. يعني هذه قضية لا علاقة لها. احنا الآن يعني إذا كنا احنا أمة واحدة معناها يكون لنا دين واحد يعني ولغة واحدة وطموحات واحد وتاريخ مشترك واحد هذا كله أحلام احنا نريده. احنا يجب أن نعترف والدين واحد من التعدد بتاعنا، هو التعدد الدينية. فالأسئلة والمداخلات أرجو أن تكون في إطار علاقة الدين يعني الأشياء اللي طرحناها. شكرا. اوكي كتر خيرك. حق انا ون حدا نستطرعي العين نبي دحريو محمد ادريس وسيغ امبر اعداو بزح سلا زيري اخوس كاش قرب عدلك هو حساس اللابت ما اكل انت رخبنا تحته الى تحته نعاون حجي بريتي كونتن لكن نحاول قرما يعدلك هو قال انت دحيز خوينو لا ناي فكي مدني مالت حتى زي كونه رئيتو وابت قدايتي حسابو ما بقلنت بتاعت زي يسامعلو قلنت بتاعت زي يسامعلو يتاش من بتقلال لكن ابت زقربو حساب كم حساب انتا يلو نحنا حدا حزبي اي كونان اي نبرنان ون جن اب ثوره حدا صبغ عدل تفتيرو نيرو نسو خا ابراهيمن بحدا تقاليسهم بحدا وين ابستفعل على بوتاتات عبد ابراهيم يكون وعبد ابراهيم يكون دمومن عصمون كسكيسهم جن ازياوين كم تقبو اي تتقمنا لهم وي اي وفرنايان مخنياتو تزقات امانا عدل دحرينا صنت كم تزدل ايكونن سلازي نحنا بصحفتنا بحبار كنبريو فتينات سلينا خاني بحبار كنبر أرلونا هو زيتي سمعنا يتحا زغرب حساب الدكتور جلال الدين تاع مالت نزي غزايو استابيلو السخاء نحنا لوم مشيت تزاررنا له زعبا زمدنا امنتن مس هايمانوتن مرخابومن مفللايون እዚ ስለ ዝነበረ ተዛዕባና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣተኲርና እንተ ተዛረብና ጽቡቕ እዩ። ካብ ወፃኢ ግን ብዛዕባ ህዝቢ ኡማ ካልእ ዝብል ግን ኣብቲ ዛዕባና እውን ስለ ዘየሎ ኣብኡ እንተዘይተኰርና ዝሓሸ እዩ ዝብል ነይሩ። እወ ስለዚ ናባኻ ጎይቶም ثانك يو حقول دكتور جلال كابتي نبلو زلنا وصا انت دا خوينو يصاغمنا يو دصاغم كا ملس سلا زيبلنا يكونن متحازن تلو انت نزاربلو كلنا بحدا نريو سمعنا يلو مشت كاو حتتات انت لنا نحات زل نمبر رئيتات عدل كليو ولا كوت رئيتات زرقح كخون زين دليون تخونه تفضل الاخ محمد دريس. اوكي ثانك يو غني لي شكرا دكتور بروفيسور جلال. يعني مداخلة بسيطة أنا حأعمل مداخلة الموضوع يعني الأخ محمد ممكن محمد إدريس ياويج. يس أنا عارف قاعد أقرأها لكن مداخلة جزئية كنا دلنا لو مينس نايريتو محاب حتويو مخنياتو مستوين غدنا زي از تزربس از تاساسر كخون اللو ما ناي ما ارمتاون انتهبنا سبوقي مسلني قبل نخيد حرة نو بدفوا لحن خمون تخينو نو انا حتى انت لك يا دليل سلمتاي في الملا نو حتى تاتسل زي الليو اوكي انت زي ابغاكم اللي سي قدامي الاخ علي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. أول تحياتي للدكتور وأمسية جميلة.
والحقيقة أنا يعني يؤسفني أنه يعني بعد نحاول نرجع عقارب الساعة لورا، وكأننا معناها أمام فترة الأربعينات أو فترة الخمسينات. أنا الحقيقة أول مستغرب من الشيء هذا، أنه يعني بالمنطق كذا وبالعقل الإنسان يعني الأوروبي لما جاء. حوي حسن معلش ما تأخذني. معلش أنا حأسأل طيب عبارة عن مدخل بس. يعني الدكتور بالمختصر المفيد يقول الشعب الإريتري ليس أمة وشعوب مركبة. كلمة مركبة معناها أنت يعني الشعوب هذا ما بتعرف بعض ولا عند أي علاقة بقى مع بعض. وجد طليان وجد إنجليز، أو بمعنى الطليان جو ركبوا هذه الشعوب. يعني أنا سؤالي للدكتور، أول خلفية الدكتور في فهم المجتمع الإريتري وتركيبته ما قبل يجي الإنسان الطليان، قبل ما يجي الطليان، وضعيته كيف كانت حتى من الناحية الدينية. ما تقدر تقول الشعب الإريتري ده واحد تلقاه مسيحي وواحد تلقاه مسلم، بمعنى هنا وهناك موجود. إذن الشعب الإريتري شنو الخلفية؟ يعني أنت لما تقول الشعب الإريتري مركب، الأوروبيين هذين الاستعمار الأوروبي ركب الخرائط هذه، نعم، ولكن هذا الشعب كان موجود، هذه الشعوب كلها كانت موجودة في هذه المنطقة. ولذلك أنا سؤالي يعني للدكتور، شنو خلفيتك أنت على أو دراستك للشعب الإريتري ووجوده ذاته، يعني على أساس أنه إحنا لما نقول الشعب ده أصلا ما عنده أي علاقة، وكأننا نحن قاعدين يعني نذلل الإنسان الإريتري ده. وأنت دكتور، مش معقول الكلام هذا. الشعب الإريتري ده وجد الإنسان الأوروبي هو جاه، نعم، سمعنا. تركيبة من السودان يكون تركيبة من اسم هذه الشعوب وجدت يعني في هذه المنطقة. الحدود ما ودعوا الاستعمار ليس هو مثلا هو خاص بإريتريا، في كل الكرة الأرضية هكذا. إذن الشعب الإريتري كان موجود يعرف بعض وكل شيء وليس مركب، بل إنما شعب واحد وإرادته واحدة. ولماذا اجتمع الشعب الإريتري في كرم؟ ليش اجتمع؟ ليش قعد مع بعض إذا كان هو شعب لا يعرف بعض؟ وشكرا. كتر خيرك. لكن شوية عمي سكانا حتى يكون النيروزي إذا مودة أتاز قبل كيامة دمدمتي أولا حتى أنت مسألة على استناق أيكونن يا جماعة. حجي أقدمها بيلو ما كان يقول للدكتور إحنا ما قاعد نناقش في مسألة وين من وين جاء الشعب الإريتري ولا كذا. هايمانوتن الدين والدولة لهم علاقات انتهي الرخبة انتهي في اليوم. حجي نابي قصي وسط قالوا هذا سب مش جمر أنا حنتي نجرسي أبقى فلو نقبل نيجزء أصلا حتى ذاتي بالنال. أوكي أنا على مرادك يا دكتور إذا كان عاد ترد في السؤال إذا كان في معلش أكون الأخ علي حسن لازم نجاوب له يعني لأنه هو طرح سؤال قال ما خلفيتك اللي تنطلق منها في توصيف الشعب الإريتري بأنه شعب مركب يعني، وبعدين قال إذا كان الشعب الإريتري ما شعب واحد ليش اجتمع في كرم؟ هذا السؤال يعني. أولا أنا زي ما قلت يا جماعة وقال أخونا قيتهم، موضوع الندوة هو علاقة الدين بالدولة مش تركيبة المجتمع الإريتري. المجتمع الإريتري ده توجد ولا كان موجود ولا أوجدوا غيره، في النهاية موجود مع بعض. جاب إرادته ولا جابوا غيره، في النهاية هو موجود. عنده أزمة تعايش. من ضمن عناصر أزمة تعايش الحالة الدينية. موضوع الندوة اليوم كيف نحل إشكالية علاقة الدولة بالدين، ده هو ببساطة. أما ركبوا من وتركب كيف وجمع بعد وتاريخ كان، هذا ممكن نعمله ندوة ثانية يعني، ممكن الناس تتكلم فيه في موضوع ثاني.
لكن أنا عايز أقول لأخونا علي حسن، أنا خلفيتي تاريخ الشعب الإريتري نفسه. الشعب القبيلة الإريترية اتوجدت متى اتوجدت حاجة اسمها إريتريا؟ اتوجدت بعد هزيمة طليان، والإريتريين ما اتفقوا يودوها فين. هم نفس الشعب ده انقسم. واحد قال يا جماعة القطعة دي ناخذها نوديها السودان، جزء نقسمها لاثنين، جزء يمشي الصومال، جزء يمشي السودان، وجزء يمشي اثيوبيا. قسم قال كلها ناخذها ونوديها لتجراي وتكون دولة تجراي الكبرى. وقسم قال كلها ناخذها ونوديها لاثيوبيا. وقسم وحيد قال نخليها دولة مستقلة. ثلاثة اللي رفضوا تكون مستقلة. عنصر واحد هو اللي وفي النهاية الجزء اللي قال نوديها لإثيوبيا أخذها ووداها لإثيوبيا. فالشعب اللي قاعد تقول هو شعب واحد هو نفسه ما اتفق في مصيره. وبعدين 30 سنة من القتال، لو كان شعب واحد ما كانت إريتريا انضمت لإثيوبيا، ما كان طرح مشروع تجراي تجرينيا، ما كان طرح مشروع التقسيم. هذه نقطة. عايز أقول لك أيضا حالة تاريخية. الطليان لما حكموا إريتريا وبعدين دخلوا إثيوبيا طبعا وأسقطوا الإمبراطور ومسكوا إثيوبيا لمدة 3 سنوات أظن. أنت عارف إثيوبيا قسموها كم؟ الطليان قسموا إثيوبيا إلى إقليم الأمحرة وإقليم الصومال وإقليم الأورمو وإقليم إريتريا. إقليم إريتريا كان يتكون من إيش تعرف؟ إقليم إريتريا كان يتكون من تجراي وإريتريا دي الموجودة حاليا، وكانت عاصمته أسمر. يا جماعة خلونا نكون واقعيين، لا نناقش الأمور بعواطف. على كل حال الآن الحالة اللي احنا عايزين نناقش فيها هي علاقة الدين بإريتريا، بالدولة اللي عايزين نعيش في ظلها. احنا الآن ما في حد يقول اليوم إريتريا دي نشطبها من الوجود ونوديها للسودان ولا نوديها لإثيوبيا، ما في حد يقول هذا. الكلام الآن الدين حالة من الحالات اللي تتطلب الحل، فخلونا نناقش هذه المسألة. وشكرا لك. ترجم يدلي هو يدلي أكيد. قرماي حوي كنت أنتظر لحد ما تترجم، لكن أختنا أخي أرجع تقول توجيه للجلسة بزح زي كوا أي سما معني جن نعاد عدل كباوي يسقدم كترجمه أحرى ما حسرة أنا اتفق بالترجمة في حطونا علي حسن ما بقداي حزب إرترا حد حزبي هيكون النزبل جن اسكي مبارك مثليان انت دا دحر طليان انت دا خوين تفكروا كم حدا حزبي قدميو خي انتاي نيرو كاب منتاي تبقيسكا خا كم زتبلو زلخا كم زخونه يكون حزبي حزب زنيرون قدميو زبل نيرو تمرسينا دكتور خداي نجر الزعبا قداي قاقما حزب إرترا يكونن كابي مسيو ايكونن እቲ ንዛረበሉ ዘለና ብዝበፀ ይምፃ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ሽግር ኣለዎ ናይ ምንባር ሽግር ኣሎ እዚ ከዓ ማለት ዝምድና ሃይማኖትን ደውላን ክርኢ እየገድደና ምክንያቱ ዝሓደ ካብኡ ስለዝኾነ ኣብኡ ክንዘራረብ ኢና ፈቲና እንተዳ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረበሉ ኣድላይ ኮይኑ ግን
أبكال ويكال أتزاربلو زبات كزاربلو يخلو يخونو حدا إينا نزبل حدا نيرنا أنت تخون أنا كابي تبقيس كا خان زفري ولا خان زبل كاني كاب تاريخ إرترا تبقيس يزري إرترا كاب دحرت اليوم مالت دحريون زنبرة خنتات انت دارينا حدا نيرنا انت نخون قداينا بحدا مفتحنا نيرنا قل إذا أي نبرن قلينا السودان نخيدلنا قلينا كلها من إثيوبيا حزنا نخيدلنا قلينا وين بملئتا حزنانا بتقراينا توالنا إذا سلشتي شنخات مجزء رسول بحنت إرترا زيت المسنا برا شنخاتي حدا اتنا سنة إرترا زبل زنبرخة حدا شنخ نيرو مالتيو سلازي إذا يو تقداي زار بالنادر بزعبات طليان كنزارم كل انت أخوين وين طليان وين مسيون إيرترا مس حزب دحريون 3 عامس زاكلني إثيوبيا حزوانيرو أبزي نجزع سنتي تقلالنا نتبوتا أب قال كفل هاجرات وي كفال هاجراتيو مقاقيلو ونيرو مستخاء ناي سومال بحد وجن أمحرا بتخالق وجن كمون أورومو كمون إيرتران تجراين بحده غيري أستاذ بيلوله سلازي نحنا أبحنتي إيرترا نحسباينا برنامج وانتي لو مجن فتينا تسألينا نحنا بحبار إنا ننبر بحبار قالونا سلازي إذا قداينا نجزع رسول أب قداي دولان هايمانوتين زلو شجر أبزنا حبار من بارنا انتاي قدا قالوا أب زعبا إذا أتوكلنا إنا نزارب زلنا سلازي أنا بزي لومي حزير مسيا زلوه بزملك أذكري ونيتينا حبار من بارنا سجمات نانية زفتن زلوه تخالق جنا بكال وان كل عال يكالهم خالق السبات من كل عال يكالي الشيء كبرتها بلنا حتى أخيار نزي أخي بانا أوردر إلى سلازلا عدل كبا تنسمعه أخيار أخت أخيار نعم مساء الخير مساء الخير معلش أنا فعلا كان عندي توجيه للجلسة بس الكلام انتهى لكن على العموم يعني مع تحياتي لكم جميعا الناس التركيز في موضوع الحلقة اليوم يكون أفضل يعني وحتى الأستاذ قيتوم المرة اليوم يعني شايفاه مرن شديد زمان الناس يقطع عليهم إذا دخلوا غلط وكذا يعني وحتى الدكتور مع تحياتي له إذا الموضوع من برا ما في داعي يجاوب عليه ويجي كلام في كلام برضه يعني خلينا من الحلقة وخلونا نستفيد من شكرا يعني من الموضوع شكرا كتر خيرك كرمال هو تي زلا حدا قويتهم لومي بتعمي لملم يلي يقول له مخنياتو تقداي كنت كملوا أب قداي أب تزعبا ويبتاع أجندا لهم نبره ويبتاع حزوا مسيوز الصحف وورقة أب أنت تزاربنا زبالة سينو خنت كم سلزي أب كالي كابت قداي وسعي ويكابت زنبره زعبا وسعي مزراب تقامي أيقونن سلزي أتوكرونا أبتي زور أبتي زتوهبه أبتي زتبهلن تخونه كون مالتي بتحساسب يا تبدلا كبرتها بلنا يعني لنا حبتنا أخيار أحمد نافع حتى أخذ كون تسفع قبر لأن أنت زي كوينو الميحات أطوابيل الله بسبب تفضل حراي نعم أستاذ قرماي السلام عليكم مسموع إن شاء الله قويتهم قويتهم I'm sorry ما يهمك كلتنا حدينا الله يبارك باختصار شديد أولا شكرا للدكتور ولا أريد أن أطيل في الشكر جدلية الدين والدولة والسياسة جدلية يعني في كل الساحة الآن من المعلوم يا سيادة الدكتور إنه مؤسسات التنشئة الاجتماعية السوشياليزيشن انستيتيوشنز
من ضمنها هو الدين ممثلا في دور العبادة، إضافة إلى الإعلام والأسرة والمدرسة وغيرهم. والدين الكل يعرف أنه هو أحد أدوات ووسائل الضبط الاجتماعي الغير رسمي، والدولة أنت عبرت عنها كجهاز إداري، ولكن هو في الحقيقة جهاز للضبط الاجتماعي لحركة المجتمع، ويسهل تنظيم العلاقة بين الدين والدولة والسياسة. سؤالي الأول، الدكتور أشار إلى أنه الدولة تتدخل في شؤون الدين في إريتريا وتختار المفتي والبطريرك وإدارة الكنيسة، وفي نفس الوقت تمنع تدخل الدين في شؤون الدولة بسبب التخوف بين قوسين. ألا ترى يا دكتور أن إذا نظرنا إلى الدولة كضابط اجتماعي، ألا ترى أنه يوجد الآن مشكلة بين مفهوم فصل الدين عن الدولة ومفهوم فصل الدين عن السياسة؟ هذا السؤال الأول. وهذا الخلل وعدم الإدراك والخلط بين الفصل بين الدين والدولة والدين والسياسة، عدم التمييز هو اللي قاعد يوصل إلى أن فكرة فصل الدين عن الدولة لا تعني في الحقيقة إبعاد كامل للدين من المجال السياسي العام إلى المجال الإنساني الخاص. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت شخصيا يا سعادة الدكتور، وأنا أكن لك كل الاحترام رغم أني أختلف معك تماما في كثير من مبادئك، سؤال مباشر تماما، وأتمنى أنه أستاذي جويتو أم يفهم سؤالي في إطار سؤال صحفي يسأل سؤال مباشر وليس غير ذلك. هل يراودك أنت شخصيا حلم أن يتم سيادة الحكم الديني والشريعة الإسلامية في أريتريا؟ وهل توافق أنت شخصيا على هذا الطرح الذي تطرحه جهات ذات طابع إسلامي في الساحة السياسية وأنت لست بعيدا عنها؟ شكرا جزيلا، مع كامل تقديري لك يا سيادة الدكتور. حياك الله الأخ أحمد نافع، شكرا لك. شكرا. خلي هي ترجم جرماي إذا كان ممكن. كنت حتى تي مالت تي دايلكتيك وي تي موجود عم منجو دولان ሃይማኖትን ዘሎ ኮይኑ እቲ ሃይማኖት ንገዛ እርሱ ምቁፅፃር ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ቁኑዕ ንክኸይድ ዝምህርን ክኸውን ከሎ ደውላ እውን ዝምድና ናይቲ ሕብረተሰብ ምቁፅፃሩን ዝሰርሕ እዩ ኢልካ ነርካ እሱን ከምኡ ኣብቲ ኢድ ኣእታውነት ናይ ደውላን ናይ ሃይማኖት ኣብ ደውላ ወይ ደውላ ኣብ ሃይማኖትን ግን እዚ ንግዛእ ርሱ ፈሊና እንተርእናዮ ፅቡቅ። ምክንያቱ ሃይማኖት ካብ ደውላ ምፍላይ ምስ ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ምፍላይ ስለ ዝተሓዋወስ ኣብዚ ፀገም ይፈጥር እዩ። ኣነ ማለት ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ዋላ እኳ ይፈላለ ይኹን ንሳኻ እምበር ከም ናይ ዜና ሰብ ሕቶይ ከቐምጥ ይደሊ። ብወገንካ ከመይ ትሪኦ ግዝኣተ ሃይማኖት ወይ ሸሪዓ ኣብ ኤርትራ ትድግፍ ዶ? شكرا للأخ أحمد نافع، وتحية من الأعماق لك ولكل الزملاء في هذه الأمسية. الأخ أحمد نافع ذكر الدولة جهاز للضبط الاجتماعي، وأنا عرفت الدولة بأنها جهاز إداري، والمفهوم الإداري يدخل فيه الضبط الاجتماعي طبعا. وأنا أتفق معه أن الدولة هي جهاز للضبط الاجتماعي لأنها جهاز إداري،
وهي تدير المجتمع، ومن ضمن ضروريات إدارة المجتمع ضبطه. وأنا ذكرت قضية حفظ الأمن، من مهام الدولة أو من ضروريات حفظ الأمن ضبط المجتمع، ولكن الدولة تضبط المجتمع بقيم المجتمع وأعراف المجتمع والقوانين التي يقرها المجتمع. والدين ضابط من ضوابط المجتمع، وهو مصدر من مصادر قيم المجتمع. المجتمع له قيم، قيمه يستمد، مصدر من مصادر قيمه الدين الذي يعتنقه. فتكون الإشكالية تصادم القيم، تكون تصادم القيم عندما تأتي الدولة بضابط للمجتمع من فلسفة تتناقض مع قيم المجتمع وعقيدة المجتمع. هنا يحدث تضارب في عقيدة المجتمع، ويضطرب الأمن وتسوء العلاقة بين الدولة والمجتمع. هذه نقطة. سألني سؤال مباشر: هل يراودك أن يسود الحكم الشرعي في إريتريا بحكم أنك ذو خلفية إسلامية من اتجاه إسلامي؟ نعم، أنا من اتجاه إسلامي، وتاريخي هو تاريخ الاتجاه الإسلامي. ولكن في قضية سيادة الشريعة الإسلامية في إريتريا عندي رأي، ورأيي هذا معروف لدى الحركة الإسلامية في إريتريا من زمان. أنا قلت، وأنا كتبت كتاب في هذا الجانب: الحركة الإسلامية الإريترية والعمل السياسي. وهذا الكتاب نشرته في التسعينيات تقريبا في 96. وذكرت في هذا الكتاب أن إريتريا ليست هي دولة الشريعة، وليست هي دولة التمكين السياسي للإسلام، ولكن إريتريا هي دولة التعايش الديني ودولة التمكين الدعوي، يتحاور فيها الناس فيما بينهم. فأنا لا أدعو إلى إريتريا التي تحكمها الشريعة الإسلامية، ولكنني أدعو إلى إريتريا التي تحترم الشريعة الإسلامية وتحترم الشريعة المسيحية وتحترم الشريعة اليهودية وتحترم الشريعة الوثنية. وشكرا. يغني اللي أحمد أنا دولة ناي من محدار التكالي ليو تي هايمانوت كا ناي تحبرتسب ባህሪ ጠባያት ተግባራት ናይ ምቁፅፃር ኢልዮ ምምሕዳር ክብሎም ከለኹ ግን ምቁፅፃር ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ካብኡ ዝወፀ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ሕብረተሰብ እንተደኣ ዘውሕስ ኮይኑ ዝቀፃፀር ኮይኑ ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ይቆፃፀሮ እዩ ጥራሕ እቲ ምምሕዳር እቲ ምቁፅፃር ናይቲ ሕብረተሰብ ሰላሙን ምርግጋኡን ኣብ ውሽጡ ኣሎ ማለት እዩ። ሃይማኖት ምቁፅፃር ናይቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ነቲ ትቆፃፀሮ ዘለካ ሕብረተሰብ ብክብርታቱ ኢኻ ትቆፃፀሮ። ክብርታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከዓ ካብቲ እምነታቱ ዝመንጨወ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ንስኻ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ታደውላ ብዘይ ክብርታቱ ክትቆፃፀሮ እንተደኣ ፈቲና እቲ ዝፍጠር ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ግርጭት እዩ ዝፍጠር። ኣነ ልክዕ እዩ ከምቲ ዝገለፅካዮ ድሕረ ባይታይ ካብቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ እየ፣ ግን ኣብ ልዕልና ሸሪዓ ኣብ ኤርትራ ርእይቶ ኣሎኒ። ነዚ እውን ኣብ 1996
መጽሓፍ ጽሒፈ ነይራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ማለት ብሸሪዓ ትመሓደር ኤርትራ ኣይርእን እንታይ ደኣ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ደውለ ሃልያ ንኩሉ እቲ ሸሪዓታት ናይ ኤርትራ ናይ ክርስትና ሸሪዓ ድዩ ናይ ምስልምና ሸሪዓ ድዩ ናይ ኣህድነት ሸሪዓ ድዩ ነዚኦም ኣኽቢራ እትነብር ደውላ ክትህሉ እየ ዝደሊ እምበር ናይ ሸሪዓ ደውላ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ኣይደልን እዚ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ዝነበርክዎ እስላማዊ እንቅስቃሳት እውን ጽቡቕ ጌርካ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መጽሓፈይ እውን ኣስፊረዮ ኣለኹ ስለዚ ኣነ ዝደልያ ኣነ ዝሪኣ ደውላ ነቲ ኩሉ ናይ ኤርትራ እምነታት እትኽብር ደውላ እምበር ናይ ሓደ እምነት ደውላ እስላማዊ እምነት ድዩ ካልእ እምነት ድዩ ደውላ ኣይርእን ኣይፅውዕን ኣይድግፍን شكرا يعني لنا كلته اوريدي ጠጠው ኢሎም ኣቢለ ኣለኹ ንርኢቶ ዘለዎም حوي ناصر نابخا خسجري حجون لكن ناصر بدون فراش سؤال بدون فراش من صفاي تكبر الله تفضل شكرا الاخ قويتوم طيب دايركت بتاع ادخل في السؤال مباشرة كما وصانا الاخ قويتوم الأخ بروفيسور جلال الدين كثير من المرات على الأقل من كثير من المسلمين وبعض الأخوة المسيحيين أيضا يقولون إنه الدولة الإريترية اليوم هي ذات طابع ديني واحد على الأقل الأغلبية فيها وقبل كده مجلس المفتي عمر المختار أيضا أشار إنه كثير من الإداريين أو موظفي الدولة من اتجاه واحد ألا ترى إنه هي دولة طائفية تميل للمسيحية أكثر من كونها علمانية؟ ده السؤال الأول. والسؤال الثاني حتى الإشكالية هذه كإريتريين نطلع منها ماذا على يعني رجال الدين لمختلف طوائفهم وأديانهم العمل حتى الهوى هذه لا تتعمق وشكرا. اوكي ناصر حتى خاب تقريني عدو تبلا اوكي قرب كبريكا انا يعني انبسط وكنت تترجم انت يا اخ قرماي انا ناكات مترجمي بزح دس دبلنا كان اوكي كفتني اخ ترجمها بعدي تقدمي تحطه بزح جزيه خمد سمع اتليست ابزح جدولو محضره بإريتراوي من إريترا ناي حاد وجن كم سكرتيريان كمون كم كريستياناوي يجلس كبزحات مسلمين وحاب قال كريستيان أحوات ناون إسخاخة خميتر إيو خموديو تقدميت حطوها لا يتحطوها كابزز لنا عزقت نخنوت كم حبرة سب إريترا التوم ناي هايمانوتات أبوتات ناي كلها هايمانوتات مالتيو انتاي كجبرو يجبا كابز شجرن عزقت نخوصونا يغنير لي. شكرا الأخ ناصر. السؤال الأول، النظام الإريتري من وجهة نظرك أليس هو نظام طائفي؟ لأنه وجه الدولة نحو هيمنة فئة معينة من المجتمع الإريتري وهي الفئة المسيحية. أولا النظام الإريتري لم يوجه السلطة إلى فئة مسيحية ولكنه وجهها إلى فئة قومية ذات عقيدة مسيحية، هي الفئة الناطقة بالتجري، لأنه المسيحية في إريتريا ليسوا بس تجرينيا، في البلين كاثوليك مسيحيين، في
في البروتستانت من المنسع مسيحيين، في بروتستانت أو كاثوليك من الكنامة. فالدولة اليوم في إريتريا ليس فيها نصيب لكل المسيحيين الإريتريين، وإنما فئة ناطقة بالتجرينيا تسيطر على مقاليد السلطة وتتحكم فيها. فهي من هذه الزاوية نظام شوفيني قومي متعصب يستخدم الدين كجزء من تقوية الذات وجمع العناصر، ويخوفهم بالمقابل من الدين الآخر اللي هو الإسلام. وعلى هذا الأساس فعلا الواقع هو واقع هيمنة فئة معينة من المجتمع الإريتري وليس كل المسيحيين. هذه الفئة المسيحية نفسها الناطقة بالتجرينيا، الأرثوذكس منها والكاثوليك، ليست كلها على وئام واتفاق مع هذه السياسة. ففي جزء كبير أو جزء مقدر على الأقل يرفض هذه السياسة ويعارضها ويقف ضدها. وأنا في اللقاء الأول اللي عملته مع سنيتنا عن الأجعزيان قلت إنه النظام الأفورقي يمثل الأجعزيانية، والأجعزيانية اتجاه شوفيني قومي يؤمن بالتسلط السياسي ويستغل الدين. وهذه اللي قلته هي علاقة الدولة بالدين من الناحية النفعية والمصلحية والاستغلالية. هذه نقطة. ما الذي يجب أن يعمله رجال الدين؟ يجب أن يعمل رجال الدين أن يعملوا جميعا من أجل خلق وطن مستقر. إريتريا بحدودها الجغرافية الموجودة حاليا كما أوجدها المستعمر وكما ناضل لها الشعب الإريتري خلال 30 عاما من أجل أن يوجدها مستقلة عن السودان، مستقلة عن إثيوبيا، على أساس من التنوع في إطار التوحد، ليس على أساس حادة حزبي حادة لبي أو أمة واحدة أو شعب واحد، لا، على أساس التنوع في إطار التوحد، ويدخل في هذا التنوع الجانب الديني. فرجال الدين يجب أن يحافظوا على الكيان الإريتري ولا يفرطوا فيه أبدا. لا يأخذوه نحو السودان ولا يأخذوه نحو إثيوبيا، وإنما يعملوا على محاربة الطائفية في المجتمع الإريتري والأجعزيانية الشوفينية أو أي اتجاه آخر يحاول أن يفكك المجتمع الإريتري من أجل أن يعيش السلام. ويجب أيضا أن يدخلوا في حوار فيما بينهم وفي لقاءات مستمرة مع بعض من أجل أن يخلقوا حالة سلام في المجتمع الإريتري. أما ما يتعلق بأمورهم الدينية، الإيمان، قضايا الإيمان والاعتقاد، هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويجب أن يعيشوا بسلام. هذا هو المطلوب. شكرا. شكرا. قرماي حاوي. هو سرعات إريترا قبل سلطان بحد إمنت قصو زقنعو ويزازازو أيكونن مخنياتو أب كريستيان انتدالنا بزحات كريستيان اللو نغزا أرسو أما تحتي اللو أب كبساويني اللو كمون بزحات كابزون تي እምነትና ብክርስቲያን ገፁ ኣቕኒዕዎ ዝበሃል እውን
ትክክል ኣይኮነን ምክንያቱ ብልክዕ እንተደኣ ክንዛረብ ኮይና ኣብ ሓደ ከም ሓደ ሽግናዊ ስርዓት ናብ ሓደ ብሄር ዘቕንሖ እዩ ክንብል ይከኣል ምክንያቱ እቶም ብዙሓት ከምቲ ዝተጠቕሰ ኣብቲ ስልጣን ዝተሓባበርዎን ወይ ኣብቲ ምስኡ ዘለውን ካብ ሓደ ሸነኽ ምዃኖም ኩሎም ክርስቲያን ወይ ኩሎም እዞም ዝተጠቕሱ ካብቲ ናይ ሓደ ብሄር ወይ ናይ ሓደ ቋንቋ ተዛረብቲ ግን ዝሰማምዕሉ እዮም ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልን ምክንያቱ ብዙሓት ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይድግፍዎ ኣለው ዘይቅበልዎ እውን ኣለው ግን ከዓ ካልኦት እውን ከምቲ ቀድም ኣቢለ ዝተቐስክዎ ስምዒታውያን ኣኽረርቲ ከም ኣጋዝያን ነቲ ሃይማኖት ከም መሳርሒ ክጥቀምሉ ይርአዮም እዚ ከዓ ሃይማኖት ኣብ ጥቕሚ ወይ ኣብ ኣገልግሎት ናይ ሓደ ዝደለኻዮ ነገራት ዘውዕልዎ ሰባት ናይ ዝደለይዎ ፖለቲካ ዘውዕልዎ ሰባት እቲ ክንቃለሶን ከነወግዶን ኣንፃሩ ብትርደው ክንብል ዘለናን ዝበልክዎ እቶም ናይ ሃይማኖት ሰባት እንታይ ክገብርሎም ንብል ንሓንቲ ናፃ ኤርትራ ነፃ ህልውናኣ ብሰላም ምስ ኩሉ እቲ ዘለዋ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ዋላት ብዙሕነት ናይ እምነታት ማለት እዩ ኣብዚ ብሰላምን ተኸባቢራን እትነብር ኤርትራ ንዕኡ ክፀዕሩን ንዕኡን ክሰብኩን ኣለዎም እዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ንሳታ ካብ መግዛእቲ ዝተረከብናያን ከምኡ እውን ብዙሕ ዓመታት ን30 ዓመታት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምእንቲ ናፅነታ ዝተቃለስናን ነዛ ሓድነት ናይዚ ህዝቢ እዝን ናይዚ ሃገር እዝን እዚ ክፅዕሩ ኣለዎም ንዝኾነ ይኹን ናብ ሱዳን ዲ ንክወስዳ ዝደሊ ናብ ኢትዮጵያ ንክወስዳ ዝደሊ ብዘሎ ዓቕሚ ንክገጥሞ ናብዚ ገፁ ከቕንዕዎ ኣለው ናይቲ ሕብረተሰብ ኣራእያን ቃልስል ስለዚ እዚ ተራ ናይቶም ኩሎም ናይ እምነት ሰባት ካበየኖት እምነት እዮም ብዘይገድስ እዚ ክኸውን ኣለዎ ይብል የቀኒልና መብራህቱ سوري اوكي معلش محمد ميت كوين كان لك حاجة هجي حاله اوكي اوكي يا غني لي مجمريا زي ناب حقي عمي اقداسن استمهرو كلهم متحبار نزي أبكون نسمو واركم مسجانا يقبعكم ما أترقهم ما بزيادة سلام تايسي تحت كلماتي بروفيسور جمالين I think ترى تجاجة up to 2001 up تورنتو ناي أليانس كونفرنس نبرة نسون بروفيسور مدهانيان بس لكتير هو من يرب أنا بكوا تورنتو سلزهمكم اوكي شعو صبو استمروا نيرو راينا شعاء مزاحج خرا خلهو كامتاي مخاني اترغامي ايغور الكان نتم ني عرب زين ملخ مستأقداسنتو قرب غوديلنا نيرو مالتيو اذنا يلوم مقرابو كلنا نساتفو نز خلفنا زي غبو مخانو عب مسغانا قبر افتحتي مصا እዚ ዳሃብካዮ ኣስተምህሮ ናብ ሓቂ ኣገዳሲ እዩ እሞ በቲ ክውንነትኒ ንሃገር ንህዝብን ኣሰማሚዕ ዝኸይድ ንብልፅግና ዝሕብር ወይ ማ ፍትሓዊ ኣጋባቢ ሃገርካ ብሄርካ ንክልቲኡ ብማዕረ ሚዛን ብምግባሩ ግዳ ኣብኡ ንሱ ክኸውን ከሎ ናተይ ካብኡ ውፅእ ዝበለ ድማ እንታይ ኣለኒ ሃይማኖት ሲ መጋበርያ እናተገብረ ኣብ ደደይናቱ ትርጉም ህብዎ መዋቅዑ ገብርዎ ግዳ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡስ ናይ ሕልና ኣብ ልቡ مسؤول له
إذا قبلك كله كنت مالتي أنا رابع كفل الناس مهار كله يا حتى ديا مبري حتى ديا هو حتى أنا بأخذ مزية ما منصب نبي حتى حراي تمام إتما فرنا أنتي حتى ناسي جيجا أخذ جبر كلهم سي رداءكم ده أي رداءكم نيلنا نحن ناسي تعلمين أنا ميزان أنا برد بزح ساكن من ذلك أنا قدالنا ودسب جيجا أخذ جبر كلس يفلت أيو كل شيء جيجا أخذ جبر كله كي ترى جبر أنا قريلا رجيت واق حلف تاني كوينو حاجة أنا ما زد بلند الخط إتني هاي ما نسي أنت أي سقع خندتي أقداسنا تودسب سي بتفطروا ونعني جيجان كل سل توهبوا بس بأملاكو تفطروا نابد خال أنت إذا قد شالوا وين تاي في اللي ترخول نعاق حتى كذا دي يعني لنا كلتي أم بحنسا كدو كوز خانمتان أخيار أنا بعرفك بطول السؤال حجي لومي ساعدينا الاثنين حيمشوا مع بعض. لا هو أنا مختصر إن شاء الله. أولا تحياتي لكم وتحياتي للدكتور جلال الدين وأشكره جزيل الشكر على الشرح واستفدنا كثير يعني. لكن بس في معرض حديثه هو قال الناس ما لا للسودان ولا لأثيوبيا وكذا. فبس حبيت أقول إنه في قوة يعني حاليا تقول إن إحنا الإريتريين ممكن يتوحدوا مع السودان، يعني المسألة دي مطروحة ولا شنو؟ بس ده سؤالي كان يعني. شكرا قرماي حوي. كابتاز كفلا زنبركي وزأكم دكتور موشي خيدي لأن في هو رحوق إذا الله يا أخي. أوكي هاد قرماي بجاه. الله دكتور أوكي شكرا. ناي من حتاني را مبرهتو تافتا مودة أنا كعبن تاني را تحطو أي حسكوان ذلك تحطو سب بفطرته حلنا غير فتيرو እግዚአብሔር كمهرنا خلو قدم يذكرني قنعن زي قنعن سب فلتي انتهى لي ሃይማኖት كستو هنبل سب تفطرو عينا يحمى عينا زي قنعن فلت اندي كم اوكي تردي يعني اوكي ما هذا الكلام اللي خاملتي دكتور من تردي واخون ترجمة لا هو يقول الإنسان يعني أنا ما فهمت الحقيقة السؤال لأنه زي ترد عنك ترجموها شوية هو صعب طبعا. هو قال طبعا أولا ذكر أنه في تورنتو كان يعني حصل اللقاء يعني بيك في محاضرة معينة أو في لقاء معين، لكن لم تكن تلك المحاضرة مترجمة فبالتالي لم نستفد منها كثيرا مثل ما استفدت منها اليوم. ورغة اليوم كانت مهمة للتعايش السلمي، وأيضا شرحت أنه استخدام الدين في غير رسالته، فالإنسان هو يعني بطبعه يعرف يعني العمل الخير من العمل السيء. فهنا طبعا أنا احترت في السؤال، فلماذا ذكر الدين أو الأديان كثيرا؟ لأنه الإنسان بيعرف. شكرا للأخ مبرهتو وشكرا للأخت أخيار. اللي أنا فهمته أيضا من كلام الأخ مبرهتو إنه كأنه يقول الدين هو حالة ذاتية فردية بين الشخص والرب، ولا علاقة له بشؤون الدولة. فالإنسان بتكوينه الفطري الرب أوجده على أن يميز بين السيء والحسن، وهو على هذا الأساس يتصرف. فليش إحنا نجيب الدين ونناقش مسألة علاقة الدين بالدولة؟ فالدين هو علاقة فردية بين الإنسان وتصرفاته وأخلاقياته. حقيقة هذا المفهوم هو مفهوم مبسط للدين، يعني
ومفهوم تبسيطي، والدين هو ليس بهذا الأمر. يعني الدين هو معقد، يدخل في شؤون الحياة كلها، وعشان كده دائما يحصل بين الدولة والدين تصادم، لأن كل من الدين والدولة يدخل في شؤون الحياة فيتصادمان. إذا لم يتوافقا ويتصالحا فالحياة تتعقد وتكون صعبة والأمن يفقد. فلا ينبغي أن ننظر إلى الدين إنه مجرد تصرفات بتاع فرد. أنا هضرب لك الأخ مبرهاتو مثال. في جريدة النبض الإريترية اللي كان يصدرها، أو مجلة، هي مجلة النبض تصدر باللغة العربية، يصدرها اتحاد الشباب الإريتري في داخل الدولة الإريترية في أسمرة في التسعينات بعد التحرير. عملت استطلاع رأي في شارع الإريتريا. الوقت هذا طبعا انه التلفزيون الإريتري كان بيعمل دعاية للكوندوم ابو سلامة ما اعرف ايش طبعا محاربة الايدز يعني هو طبعا هذا. وكانت الكازينوهات الليلية شغالة فالجريدة انا ما اعرف ايش اللي دفعها، قامت المجلة عملت استطلاع في الشعب الإريتري، السكان أسمر بالذات مش الشعب، خليني عشان أكون دقيق، سكان أسمر من الشعب الإريتري، ونشرت مقابلاتها في المجلة. كانت من هذه المقابلات مقابلة مع مواطن اسمه جيتوم، وسألته السؤال عن رأيه في الكازينوهات الليلية. فقام هذا المواطن تكلم بمرارة وبحرارة وقال لهم الدولة هي اللي تحرض أبنائنا عشان يخرجوا بالليل ويسهروا في هذه الكازينوهات، ثم تطلب مننا وتعمل لنا هذه المقابلة عشان نحافظ على أبنائنا. السياسة اللي تستخدمها الدولة هي اللي قاعد تضيع أبناء. وقال لهم أنا بالمناسبة المقابلة نقلتها في كتابي هنا في الحركة الإسلامية الإريترية والعمل السياسي، الآن ما بعرف صفحتها فين عشان أقرأها لكم، ولكن كانت منشورة في جريدة النبض. قال لهم أنتم مش أبناء أسر، مش جيتوا من أسر، لإيش تعملوا في هدم الأسر؟ لإيش تهدموا الأسر؟ الأسرة يجب أن يحافظ عليها. طالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية تلبس أحسن ما عندها من لباس وبالليل تتجه إلى الكازينو عشان ترقص وعشان هذه الإشكالية. جيتوم لما انطلق ضد هذه الممارسة انطلق من القيم الدينية للمجتمع الإريتري، من قيم الأسرة للمجتمع الإريتري، فأخذ موقف من سياسة الدولة. هل أنت أن يوزع الكوندوم في الطلاب في المدارس، أن يعمل له دعاية من خلال التلفزيون الإريتري أبو سلامة تحت حجة محاربة الإيدز، هذه القضايا الدين بيقف منها موقف محارب. إذن الدين ليس بذلك البساطة. ثانيا نأتي التعليم. المواطن الإريتري يدفع الضريبة. المدرسة لصالح المواطن الإريتري. تأتي هنا قضية علاقة التعليم بالدين.
هل تكون هنالك تربية إسلامية؟ هل تكون هنالك تربية دينية؟ هل تكون تربية مسيحية؟ كيف تكون؟ هذا جانب من علاقة الدين. قضايا كثيرة في هذه المسألة، لكن أكتفي بهاتين المسألتين يعني. كتر خيرك عم بيبكاني. أنا خمس تردعني تي حتى هايمانوت نايقول كيو سلزي أمونغو فتارن أمونغو حدا والكسبنيو سلزي هايمانوت كم زخاب كونه بزحاب وزي مزراب زبل يلقنا علينا هايمانوت أغلل أبيل كامر أي برزو مهنياتو هايمانوت أب كل قداي هوت يأتو دولاوين كومو أب كل قداي هوت تأتو سلزي كلتيهم أبزو قداي زيهم زقاجو نزو قداي زخا كلتياتهم نتي هوت نايت هزبي بسلام مرحبون تدعخينهم كلا زبو يقبا أنا أبزي حدا نقر كتقص زدلي قال وانا تسعتات مسحت حنت مسحتنا إرترا بقداي منسات تصحف وين منسات مسحت حدا مفلاط رؤيته تكايد نيرا بإرترا أبتو وانا توين بزعبانا أبو سلامة كوندوم كامل كتا أب تلفزيون إرترا كم يقر كاخم تكملو يزرقح نيرا أبزركبهم زي نمنتاي كم زخون عيفلتن نتهم كارتوم ززاربهم سوات حدا بويتهم زتبه لي بزعبا لي تاوي كلب وي ناي لي تاوي تلهيت كي حتوهم كله بقطع يو تزاريبو منقستي أبزي كلبات زين خدو نزوم منسي نزوم دكنا تلع علومن تتبابعو من تملي ساها دكخوم أرنبو دكخوم قصعو تبلنا سلازي نسخهم تزبلوا نسخهم دك سدران بيخو من تاي نسدرا كتبتنو نسدرا كتعنو تسرحوا إلو بقطع تزاريب قويت أم بقسيو زخنا يخون عي نبرن تحنت ما بقسيتو كاب كبرتاتنا إرتراويان كاب كبرتاتنا إمنت تبقسيو نزو قداي زي لو سلازي إمنت نزو قداي زي ينسقو سلازي امنت راح امونغو خان امونغو فتاري خان زلو كم والكسب زلو كازم دنا زي كونه اب كله تهوت كاونا له كوبوين اب تمرتين تدعرينا تي تمرتين غزارسو سرعه تمرتي تي امنت زون تي كبرتات نايت امنتن ابو كنصبارقن وي كهلو اللون سلازي اذا كله زي ويتو زبلو من كليو اتي كبرتاتنا إرتراء ينيرو اتي كبرتاتنا إرتراء وخاء منشو اتي امنتاتو ينيرو سلازي هايمانوت بخمزي أقلل أبيلكا زرعي نقر عيكونا نابتي واتنا يتي حبرتسا بالحجس بالنسبة للأخت الأخيار تقول هل الانضمام إلى السودان مطروحة؟ كأفكار تكون مطروحة، ما بعرف، أنا ما بقدر أقول ما مطروحة، لكن لا يمكن يكون، لأنه إريتريا الدولة ذات السيادة معترف بها في الأمم المتحدة من عام 1993. لا يمكن إنهاؤها عن الوجود إلا باستفتاء شعبي من جديد. الشعب يطرح عليه استفتاء إنه إريتريا دي تكون كيف، والشعب استفتي في إريتريا، خلاص استفتي في إريتريا وصوت لصالح الدولة الإريترية المستقلة. فمن هذه الزاوية لا السودان يتفكك ولا إريتريا تتفكك من الناحية القانونية. أنا قاعد أتكلم من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية. لكن إذا الأمريكان عايزين يفجروا حاجة اسمها الفوضى الخلاقة ويشعلوا المنطقة بحروب من أجل أن يشكلوها تشكيل جديد، فالسودان يفكك وإريتريا تفكك وتولد دول جديدة.
كيف طبعها ما بنعرف حتى الآن. ولكن الحالة السياسية المأزومة في المنطقة، السودان يعيش حالة أزمة سياسية، إثيوبيا تعيش حالة أزمة سياسية، إقليم التجراي حتى الآن ما معروف هل هو جزء من إثيوبيا أم دولة داخل دولة. إيش مشروع أبناء تجراي؟ هنالك تضارب. المنطقة تعيش حالة من أزمة. هل حتنفجر؟ وإذا انفجرت حتكون زي يوغوسلافيا مثلا. يوغوسلافيا خرج منها صربيا، كرواتيا، بوسنيا، وتفككت. هل حيحصل كده؟ ميبي. لكن الشعب الإريتري ما طارح قضية إنه إريتريا تمشي للسودان أو تمشي لإثيوبيا. أدوه حق الاستفتاء واستفتي. في مقالة كتبها الدكتور البروفيسور تصفاتين وترجمها أخونا زين العابدين محمد علي عمر شيخ إلى العربية، إنه الأمريكان لما استعرضوا وجود الاتحاد السوفيتي في القرن الإفريقي وقالوا نحن في أفغانستان اتحالفنا مع الإسلاميين، في القرن الإفريقي نتحالف مع من لضرب السوفيت؟ فوجدوا الثورة الإريترية، وفي الثورة الإريترية وجدوا الجبهة الشعبية. فجاء اعتراض للتحالف مع الجبهة الشعبية، وهذا الاعتراض يقول كيف نتحالف مع ثورة تؤمن بقيام دولة مستقلة عن إثيوبيا، وهذا ليس من سياستنا في المنطقة. فقام مسؤول دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، أظن اسمه جون سبيتو أو واحد منهم حسب ما ذكره لأنه قراءة المقال القديم، قال لهم فلتتحرر إريتريا ولكن لمدة قصيرة. المهم الآن نتحالف مع الثورة ونضرب الاتحاد السوفيتي، وإذا جت إريتريا مستقلة في هذا الطريق فليكن، ولكن لمدة محدودة. فإذا تحقق مثل هذه الأشياء احتمال تكون أطروحات جديدة، لكن الشعب الإريتري أدى تسويته. وشكرا. أبي مرسيناي أخيار كم حساب كل يخيل أنا أيفلتن إيرتراجن أبشحن شعتميتن تسعان سلستن نسأل أولوية حجر كوينا بنتو كسانا حزباون تدرجاجس يو سلازي إيرترا كابجس مريت كوست زخل زخونة يكون حيلن تدأهليو دقيم كاوي الجباب تدأهليو بحق أوشنا خاتم مالتي بدقيم كان حزبو كسا قداي تراعيو كي خون زخل كالي جن أبز كبابينا لومي بزح نجارات كترئي تخيل كات حسبين تخيلي خا أبز كبابينا لومي حدا هناسي فوضى بأمريكا زدلن زمرحن قالوا أيو سلازي أبز كبابينا خا لومي نريو زلنا أب إثيوبيا قلولا والو بوليتيكاو قلولا والو أب سودان بوليتيكاو قلولا والو تግራይ ንገዛ ርሳ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ድያ ወይስ ሓንቲ ነፃ ሃገር ድያ ኮታ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክል እዚ ነገራት እዚ እንታይ ሓድሽ ነገራት ክፍጠር ይከኣል ብድልየትን ብውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ግን ኤርትራ ሓንቲ ነፃ ሃገር እያ ነዚ ከዓ ኣድሚፅሉ እዩ። ኣብቲ ግን እዚ ኣብ ክሊ ካልእ ሸነኻት ከነንብቦን ክርኢዮን ንኽእል ብዶክተር ተስፋፅዮን እተፃሕፈ ብኣልዜን ون زتترجمه صحف نيرو أبز صحف زي أمريكاويان ني سوفيت نخجتمو أب أفغانستان بزيت التر مست إسلامه وحيلي تحبابيرهم قتيممو
تي زغوانفخا غوانيفو مالتي نايرس غير ناي سوفيت حبرت مختار نفسي اب ايرتراوين نز نغرات ذكرين كله انتايم زبلوا امريكاويان نحنا اب اثيوبياوين ايرترا مالتي وانت اثيوبيا نيرا ون سوفيت حبرت ابزوين كنوقعوا مالنا ግን ምትመን ኮይንካ ኢኻ ክንወቅዖም ዘለና ምስ ህዝባዊ ግንባር ግን ብነጽነት ናይ ኤርትራ ምዝኣምን ሓይሊ ካብ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ምስኡ ክስራሕ ይከኣል ዝብል ሕቶ ተላዒሉ እቲ ዝወሰድዎ ስታይ እንታይ ነይሩ ድሓን እምበኣር ካልእ ሓይሊ ካብ ዘይህሉ ብኦም ጌርካ ምውቃዕ ዋላ እውን እቲ ናጽነት ዝብልብል ንውሱን ግዜ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ ግን ካልእ ይሕሰብ ዝብል ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ኩነታት እዚ ኢና እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ናብዚ ክወስድዋ ናብቲ ክወስድዋ ዝብል ሕቶ ክለዓል ከሎ ኣብ ክሊ ወይ ኣብ ትሕቲ እዚ ዘሎ ናይ ኣራእያ ናይ ምዕራብ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ንዕኡ ብምርኣይ ኮይን ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣቃሉ ሓንቲያ ኢልዋ እዩ ንሳ ከዓ ነጽነት ኤርትራ ናጻ ኤርትራ ኢሉ ኣድሚፁ እዩ ኣብዚ ከይድ ኣብቲ ከይድ ብወገኑ ንሱ Thank you ግርማይ ሕጂ شوية زودتها عند حريص إلى خيدة حج قتيلة أبزي حيو يقرأتها نحاتتكو ناب حوي محمد إدريس يخملس بعدين بدحريو خا دكتور موشي كخوني وإدريس تفضل محمد. Thank you. أيتن وحياة أسخاجن. No أنا ريتو تراح بزعباتي حلو خزارة بنيه. وساعدنا وحدة أولا شكرا بروفيسور جلال على الندوة. فأنا حأتحدث في علاقة الدين بالدولة. يعني أصل الدولة في التاريخ كانت دولة دينية يعني بمختلف أنواعها ومنها انتقلت إلى الدولة المدنية الحديثة وعليه يعني نحن حسا كأريتريين ما يهمنا هو نحن عندنا دولة مستقلة داخل هذه الدولة المستقلة عندنا أزمة نظام وأزمة حكم وأزمة إدارة وأزمة تعددية وأزمة تنوع فكيف يعني مثلا ننظم يعني بعد التغيير هذا التحول اللي يعني في ظل هذا التحول كيف يمكن إدارة الدين وعلاقته بالدولة المدنية الحديثة. الحتة الثانية اللي حبيت أوضحها هناك مصفوفة كاملة للحكم يطلق عليها الحكم الرشيد أو الجود governance. هذا الحكم الرشيد صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل دولة كيف تنظم فيه يعني التنوع والتعددية وإطلاق الحريات وحقوق الإنسان وكيف يعني مثلا أنت تنظم يعني الدين في إطار الدولة حتى لا يكون يعني محك بتاع صراع. محمد وديكا we lost him مش ودينا تاخينا دي اوكي فعليه سوري حواصل ما منا عن الانقطاع يعني اوكي فنحن مفروض يعني اريتريا يعني كدولة تعددية فيها أديان مختلفة فيها أعراق مختلفة فيها ثقافات مختلفة كيف ننظم هذا الوضع يعني غدا وكيف يجي أي تغيير فيه قبل أن نتنافس وقبل أن نجعل الدين مطية للسياسة مثلا لمكسب شعبي لأنه الدين هو يعني بينك وبين ربك وعلاقتك مع الرب وكيف نحن مثلا بالتعدد والتنوع بتاعنا نعيش في يعني تعايش سلمي في إطار الدولة المدنية الحديثة. الدولة المدنية الحديثة يعني لها قيم ولها أخلاق وتحافظ على كرامة الإنسان والدولة المدنية مثبتة حتى في
منظمة الاتحاد الإفريقي، أريتريا ما موقعة عليها، عشان كده ما في برلمان، ما في دستور، ما في أي حاجة. يعني بالأمس سمعت الانقلاب اللي حصل في السودان، يعني منعوا برضو، يعني أي انقلاب عسكري في إفريقيا أصبح يعني يمنع يعني داخل هذه المنظمة وتتعطل العضوية. وعليه يعني مفروض نفكر بأنه يعني الدين يعني هو عامل روحي وذاتي بينك وبين ربك، كيف تقدر تنظمه بحيث لا تخلق يعني أزمة بين التعايش، وحتى لا يمس الوحدة الوطنية الأريترية، وحتى لا يمس العلاقات الأريترية. لأنه يعني في أريتريا المجتمع يعني البيت الواحدة أحيانا تلقى فيها أكثر من ديانة، ما تستغرب يعني. وعلاقة العرق أقوى من علاقة يعني الدين. يعني أنا عايشت في كرن مثلا، كنت مسؤول بتاع اتحاد شبيبة، عايشت بأنه يعني في العرس يعني المسيحيين بيدفعوا للمسجد يعني مباء ولا حاجة بالشكل ده، هو اسمه يعني بالمعتقد الديني. والمسيحي وقت يتزوج برضه ويعمل في حاجة بيطلعها للمسجد، وذاك بيطلع حاجة للكنيسة يعني. فهنا موجود يعني مثلا يعني الدين هو يعني معتقد مكتسب هو، لكن الأجناس والأعراق يعني هي ذات جذور واحدة هي في داخل المجتمع الأريتري، إن كانت تعددت ثقافاتها وإن كانت تعددت لغاتها وإن كانت تعددت. فنحن نتكلم في الشعب الأريتري وهو شعب واحد وقاعد يعيش في أزمة. بكرة وقت يحصل تغيير كيف ننظم الأشياء ده عشان نعيش بسلام وأمن واستقرار مع نفسنا ومع جيراننا ومع حولنا في المنطقة يعني. شكرا محمد، وشكرا جزيلا، كتر خيرك. حواء إدريس موشي.